حفريات فارغة، ليست حفريات تحفر ثم تردم أو حفريات تدعم بدعامات. حجم الحفريات تحت المسجد الأقصى إخواني هي بحجم 3 ملاعب كرة القدم، سعة كل واحد منها 70,000 متفرج. كما لو أن عندك تحت المسجد الأقصى فراغ بحجم ملعب كرة قدم يسع 250,000 من الناس. والآن بموجب القوانين الهندسية والأسباب المادية المفروض أن ينهار المسجد الأقصى، لأن ثقل جدرانه وسقوفه وبلاطاته والمصلين فيه أكثر بكثير مما تبقى من الأساسات والحجارة المرصوفة والأعمدة غير المهدومة والمحفورة. والآن يقول الأستاذ أحمد نوفل لو أن الماء صب بقوة عن طريق خراطيم الإطفائيين في هذه الأنفاق المحفورة لكفى هذا الماء أن يخر المسجد الأقصى لا قدر الله على وجهه. فكيف بتأنتي أو بقنبلة أو بطائرة تلقي قذيفة؟ وهذه كلها سيناريوهات مدروسة ومسربة من الموساد إلى وسائل الإعلام منذ أكثر من 20 سنة بنوع من التهيئة النفسية ونوع من تسريب بالونات الاختبار. هذه القدس بالنسبة لنا نحن المغاربة كانت تربطنا بها 3 روابط من الناحية التاريخية: رابطة العبادة، ورابطة الجهاد، ورابطة العلم. أما رابطة العبادة فقد كانت القدس مقفل الحجاج المغاربة متى انتهوا من مناسك الحج، والبعض فيهم كانوا يعرجون على بيت المقدس ذهابا وإيابا وليس فقط إيابا، ويمكثون شهورا وليس أياما، ولهذا يقدمون سفرهم للحج آخذين بعين الاعتبار حاجتهم إلى الجلوس ببيت المقدس لمدة طويلة، وأيضا يؤخرون عودتهم إلى الوطن إلى المغرب من أجل الاستزادة من الخير والبر وبركة العبادة والدعاء. أيضا رابط العبادة الثاني كان هو الحرص على رؤية مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورؤية مسجد قبة الصخرة التي يقال إنه منها صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد عرج به إلى أعلى، ورؤية الحائط الغربي حائط البراق الذي ربط فيه النبي صلى الله عليه وسلم في الجزء الجنوبي الغربي منه في حلقة كانت موجودة آنذاك دابة البراق قبل أن يعرج إلى السماء ثم يرجع لكي يأخذ الدابة من نفس المكان الذي تركها فيه، وهو بالضبط الجزء الموالي لحارة المغاربة والذي فيه باب المغاربة والمرتبط عاطفيا ووظيفيا وتاريخيا بأوقاف المغاربة. ولقد ساهم المغاربة في تعلية هذا السور حتى وصل 30 متر، لاستيعاب 30 متر قارنوا ب10 طوابق و11 طابقا، وأيضا بتضخيمه إلى أن أصبح عرضه 2 متر، وذلك في عهد التوسعة العثمانية الكبرى التي تمت في القرن التاسع والتي ساهم فيها المغاربة الذين كانوا مقيمين قبلها ب4 قرون لأنهم من الذين استقروا من أيام صلاح الدين الأيوبي. حائط البراق ورؤية مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم رابط تعبدي، حتى صار المغاربة إذا ما أقسموا على عادتهم التقاليد يقولون والله وما حجيتي وما زرتي وما قدستي، أي يقسمون بالحج في مكة ومقام الزيارة في المدينة ومقام التقديس في بيت المقدس، وأضافوا إلى التقديس مصطلح التخليل، ويقصدون به زيارة مدينة خليل الرحمن حبرون أو مدينة الخليل. الرابط التعبدي الثالث ضمن الرابط الأول فقط، ضمن الرابط الأول دائما، والسعي إلى نيل أجر شد الرحال. قد كان المغاربة مثل غيرهم من المسلمين يحفظون ويتبركون ويحفظون أبناءهم ويتداولون ويشرحون حديث لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، أحدها المسجد الأقصى. والسعي إلى كسب الأجر أن تكون الركعة ب500 ركعة. وقد فرعت هذه الخيوط ال3، خيط مقفل الحج ورؤية المسرى والتبرك بالصلاة، ربطت وفتلت فعطتنا الخيط الأول أو الحبل الأول الذي هو حبل
الارتباط التعبدي ببيت المقدس وبالمسجد الأقصى. وأثمر هذا الرابط ظاهرة عجيبة هي أقوى من هذه المستويات الثلاث التي ذكرناها، هي ظاهرة المجاورة. فقد استقر مغاربة كثيرون لا يعدون بالعشرات ولا بالمئات بل بالآلاف، وتزوجوا وأنجبوا وملكوا وكسبوا، وصارت لهجتهم ونفسيتهم وعقليتهم مقدسية، وإن حافظوا على كثير من تقاليدهم في اللباس والطعام، وحافظوا على المذهب المالكي، وأسسوا مدارس وبنوا زوايا الصوفية كانت تابعة للطرق الصوفية المغربية، وبنوا مساجد، وحافظوا على العمران المغربي داخله، ولكن صارت أرواحهم مقدسية بطول المقام لأنها كانت مقدسية أيضا بطول الشوق. وكانت المجاورة ليس فقط تتويجا لقمة الارتباط الروحي والعاطفي ببيت المقدس، ولكنها كانت أيضا سعيا إلى مرابطة واعية من أجل الحصول على أجر الرباط في تلك الديار. وتعلمون أيها الإخوة أن الرباط في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس وفي كل أرض الشام، وقد حددها حديث نبوي صحيح في صحيح مسلم في أحاديث الفتن والملاحم، من غزة إلى الفرات. الأمر أوسع بكثير من بلاد فلسطين ومن بلاد الشام، إنها كل بلاد الشام، وغزة توجد في أقصى الجنوب الغربي لبلاد الشام قريبة من الحدود المصرية، نكاد ندخل إلى إفريقيا إلى الفرات، وهي تحتوي شطر كبير من أرض العراق. وفي بعض الخرائط وفي الثقافة الجغرافية القديمة كانت الشام تقف عند الفرات ولا تقف عند الحدود الآن السورية العراقية عند ديار بكر. كانوا يعلمون أن الرباط في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس وفي أرض الشام كلها من غزة إلى الفرات ليس كأي رباط، ذلك أن هذه الأرض مجرد السكن فيها رباط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي وقف عليه ابن تيمية وصححه وضبط أسانيده وجعله عنوانا لكتاب أحاديث فضل أهل الشام، وذلك من أجل أن يثبت أهل الشام في وجه التتار والمغول. ما كان طرفا من عالم استوعب كل العلوم الإسلامية ودرس كل الأحاديث النبوية فأخذ يدرس محاور ومواضيع مثل محور الأحاديث المتخصصة في فضل أهل الشام، ولكنه كانت دروس من الشيخ في المسجد الجامع الأموي بين يدي الغزوة التتارية الكبرى، وقد كسحت خراسان ومسحت من وجه الخريطة العراق وقدمت إلى الشام، وبها ثبت الشيخ تلامذته الذين جاهدوا ومنعوا الطاغية قازان من دخول دمشق إلا صلحا وبعهد وبدون أن يفتك بالمسلمين كما فعل في أماكن أخرى. الله أكبر. في هذا الحديث السكن في أرض الشام رباط، فالذي يسكن طاعما شاربا كاسيا نائما مشتغلا بدنياه ومتعبدا في الحد الأدنى له أجر الرباط. وتعلمون أن رباط يوم وليلة خير من قيام الدهر، وأن رباط يوم وليلة خير من الدنيا وما فيها. وانتقل المغاربة بوعيهم ومبكرا بفطرة إيمانية بنور البصيرة الربانية من مجرد الرباط إلى السعي إلى تملك العقار. وقد اتخذت حركة تملك العقار لدى المغاربة صورة مؤسسة وقفية ضخمة بقوانينها ومواثيقها وإدارتها ومحاسباتها ومشرفيها وطرق تعيين هؤلاء المشرفين. ثم حصلت حركة تمويل ضخمة من أوقاف مغربية ومن محسنين المغاربة ومن الدولة المغربية نفسها في العهد المريني. يكفي تعرفوا أنه في إحدى المحطات فقط أرسل السلطان أبو الحسن المريني 16,500 دينار، وهو مبلغ خيالي بالنسبة لليوم، من أجل شراء العقارات في مكة والمدينة والقدس. وبدأ المغاربة يملكون العقار يأخذونه وقفا أوقف عليهم من المجاهدين مثل السلطان صلاح الدين الأيوبي وابنه الملك الأفضل وغيرهم، تكريما لهم وتثبيتا لهم في أرض الشام لحاجة الأيوبيين والزنكيين إلى المغاربة لما رأوا عندهم من حسن البلاء
والصدق والاستقامة والتقوى وطلب الشهادة والتطارح على العدو. وكان الصليبيون لا يخافون كما يخافون من المجاهدين المغاربة، وستأتي نصوص تبين